انت قعدت كام شهر ما بتكسبش؟ كتير جدا يعني. احنا ممكن بنقول الثلاث سنين ممكن اكتر من نصهم، ممكن تلتينهم كمان. فاي مشروع عشان ينجح اللي انا اتعلمته انه لازم يكون عنده ميزه تنافسيه. فحاولنا نفكر في حاجه نعملها براند. العميل مرايتك، لو قدرت تبسطه هتنجح. الحاجه اللي محطوطه وشغاله اغلبها اقتراحات عملاء. لو انت بتتعب طاق في ان انت كشيف تطلع لقمه حلوه للناس، لازم تتعب 10 قصادهم 10 اضعاف عشان تسوق لنفسك. ان بقى مدعين التسويق ياما قوي. مطعم فول وفلافل اللي هو الناس ما بتبط اكتر حاجه بتاكلها، وبيفتح وبيقفل. مساء الفل، ايه الاخبار؟ عاملين ايه النهارده؟ تالت حلقه من بودكاست من صفر الى واحد. والنهارده معانا ضيف عزيز على قلبي بشكل شخصي وبشكل عملي. نفخر ان احنا كنا جزء من القصه بتاعتك في يوم من الايام. شيف حسام، اونر وفاوندر بقالي. يا اهلا وسهلا. ايه اخبارك؟ الحمد لله، انت عامل ايه؟ كله تمام. مبسوط ان انا موجود معاكم واتكلم مع الناس وندردش معاهم، يا رب. الفولورز بتوعك. انت شفت الحلقتين اللي فاتوا بتوعنا، فانت فاهم طبعا. هدفنا الاساسي. طبعا. احنا عايزين نفيد رواد الاعمال للشباب والناس اللي هي بتفكر تبدا حاجه بالحاجات اللي احنا عدينا بيها وقعنا فيها بقى خلاص بقى، عشان مش كل الناس تيجي تقع في نفس الوقعة. آه كل عقبه كنت بقابلها وبعديها. كنت فعلا بحلم ببودكاست زي اللي انت عملته. يعني انت اللي انت عملته ده انا كان نفسي افكر فيه واعمله، عشان افيد الناس فعلا بالتجارب الساذجه اللي احيانا بعض الستارت ابس بيقع فيها. ده حقيقي. فده بيوفر عليهم وقت ومجهود وفلوس وتعلم تيست اند ليرن رهيب. اكيد. وخصوصا في سوق المطاعم في مصر لا يرحم يعني. ممكن من غلطه صغيره تافهه فورة. شكرا قفلت ومشيت. فلو انا واحد منهم اللي قفلت ومشيت دول، كان نفسي اقول طب يا ريت كان حد قابلني علمني ما تقعش في الغلطه دي، عشان رقبتي ما تتكسرش واقفه. اكيد. بالنسبة بقى لبقالي نفسه كفكر، البيبي اتكون امتى؟ حلو. لما رجعت من السعودية في 2018 اشتغلت في القاهرة مع أحد العملاء عندي، كنت اتعرفت عليه هناك. ربنا ما وفقناش مع بعض، ف كلمني صديق الطفولة، حد يعني من أقرب الناس على قلبي، اسمه دكتور عماد سلامة، أحد أشهر دكاترة التغذية العلاجية. وخليني كده أوصل له تحية من هذا البرنامج اللطيف. يا رب يكون بيسمعنا. لازم إن شاء الله يكون بيسمعنا، هبعت له الحلقة. فقال لي انا محتاجك معايا. البروجكت بتاعه بدأ يكبر. هو حد شاطر جدا، مجتهد جدا جدا جدا. فهو كان محتاج حد بيفهم في المبيعات، في خدمة عملاء الى اخره. وانا كنت بدأت اغوص في هذا العالم، لان انا سبت كيس المطاعم خالص في 2010 مع سفري. وما رجعتلوش غير في 2023 1/1/2023 اللي هو افتتاح بقالي. المهم كلمني دكتور عماد، قال لي انت جيت من السعوديه وانا محتاجك وبتاع، عنده صيدليه وعياده وكذا، فعايزك معايا. قلت له تمام. اشتغلنا مع بعض على السوشيال ميديا، حققنا نجاح كويس جدا. فكنا محتاجين مشروع ما يبقاش وان مان شو. يعني وجود الدكتور عماد وجود اساسي في العيادات عشان تكمل اكيد. لكن كنا عايزين نوع تاني من انواع المشاريع، ما يبقاش حضورنا او تواجدنا لازم عشان تمشي. عايزين حاجه نعرف نفتح ليها فرع واثنين وثلاثه ونبقى احنا بس نديرها من فوق، مش لازم حضورنا كاشخاص. ففكرنا في المطاعم. فقال لي عايزين نستغل خبرتك القديمه في المطاعم ونفتح حاجه صغيره على قدنا وتعالى نفكر نعمل دراسه جدوى ونشوف ايه. فاي مشروع عشان ينجح اللي انا اتعلمته انه لازم يكون عنده ميزه تنافسيه. لما حبيت افتح حاجه، كلنا فكرنا في البيتزا والفطير، لان هي دي اكتر حاجه المصريين بيحبوها، من ضمن الاكلات الشعبيه القويه جدا في اسكندريه كمان تحديدا. ده حقيقي. وكمان هي دي اللي انا اتمرمطت فيها خبره، اعرف كل ذره تفصيله ممكن اعملها ازاي. بس لما جيت افتح حاجه في البيتزا والفطير حسيت ان ما عنديش الميزه التنافسيه. لو فتحت هفتح زي غيري، فقلت بلاش احسن. فحاولنا نفكر في حاجه نعملها براند. يعني ايه نعملها براند؟ زمان لما كان واحد نفسه ياكل فول وفلافل كان بيطلع على قمه الشارع، في عم زكي بتاع الفول والفلافل ضرب سندوتش الفول والفلافل وخلصنا.
نفس الفكره في الكشري، نفس الفكره في اي اكله، ما كانش في حاجه اسمها براند. مم. اللهم البراندات بقى اللي كانت العالميه زي اللي انت عارفه، امريكانا حاجات الكنس اللي كانت واخده الفرانشايزز، بالظبط امريكانا ومان فودز الى اخره. فما كانش فول وفلافل بضرب فول وفلافل من عندها، كشري هكذا. مهم. في الزمن دلوقتي اللي هو من ساعه مثلا 2010 وانت طالع، بدات يبقى فيه براندات مصريه، حقيقي. مؤمن بقى وغيره وغيره وغيره، براند للبيتزا، براند للفطير، مظبوط. براند الكذا والكذا والكذا. فقلت بدل ما اجيب فكره جديده زي السوشي مثلا من 10 سنين، انك تفتح مطعم سوشي كان مخاطره كبيره جدا، كانش ليه سوق ولا ليه شعب ولا واكم اي من حاجه الناس خالص. بالظبط كانش ليه شعبيه، واكم من الناس فتحت سوشي وقفلت. صح. فقلت بدل ما اجيب فكره جديده وخاطر، ايه رايك ان احنا نشوف فكره موجوده لسه ما اتلمعتش، ما اتنضفتش، وما خدتش شكل ما البراند. خدتش شكل البراند، نديها احنا شكل البراند ونقدر نتوسع بيها، بيبقى في امكانيه انك نتعمل لها فروع على قمه كل شارع في اسكندريه او حتى بره اسكندريه. قعدنا ندور ايه كشري، لا فيه الفول والفلافل، البيتزا، فطاير الى اخره. انا واحد من الناس مثلا كنت بيك فان لسندوتشات البقال، وبعشق من صغري فكره البقال المصري القديم، واللي كان قبل منه يوناني وارمنلي لو تفتكر زمان في بقالات اسكندريه. والناس دي اجتهدت بدل ما تديك تمن تركي وربع جبنه مش عارف براميلي وكذا وكذا، بقى يحطها لك في بقى سندوتش. يحطها لك في سندوتش. انت موظف مستعجل نزلت من غير فطار، تعدي تضرب السندوتشين وتجري على شغلك، او بعد الشغل ما لحقتش تفطر مش عارف ايه ما بين شغل وشغل، فاجري افطر لقمه كده ايه بقالي كده على السريع. فدرست بقى الناس اللي فاتحه الكونسبت ده في اسكندريه، لقيتهم هم شخصين ثلاثه، وما زال المجال قابل للتطوير. ففعلا رحت اكلت عندهم اكتر من مره، اشوف نقاط الضعف بتاعتهم عشان اتلاشاها في المشروع عندي، واشوف نقاط القوه عشان اضيفها عندي. وفعلا وصلنا لمنيو بقالي، وحتى استفدت ان انا سافرت اكتر من بلد وضفت كمان من بقالات مختلفه، من سندوتشات من مدن او دول مختلفه. مظبوط. عشان يبقى الموضوع اكثر ثراء واكثر جذبا للناس. موجود الحاجه اللي انا بحبها، البيض بالبسطرمه والروز بيف واللحمه بالبصل وكباب الحله ومفيش مشكله لو خدت ساندوتش لبنه بالزعتر اشوف الشباب بيفطروا ايه، جبنه حلوم عشان اشوف اللبنانيين بيفطروا ايه، لحمه مقلقل عشان اشوف اليمنيين او الخلايجه بياكلوا ايه، وهكذا. فبقى البيز موجود الاساسي، باضافه ان احنا حبينا نحط ميزات تنافسيه اكتر تدعم المنيو وتقويه وتخلي فيه عامل جذب اكبر للناس، مع بقى اضافه اللمسه بقى الجماليه للبراند، الباكجينج، الكواليتي، الحاجات دي. من هنا بقى طلع بقالي للنور 1/1/2023. يعني المشروع ده قائم حاليا بقاله 3 سنين بالظبط، خلاص يعني قدامه اسبوع ويخش أسبوع في السنه ويخش. الرابعه، يبدا مظبوط. السنه الرابعه. كانت حاجه بالنسبه لي انا مميزه قوي في الاكسبيرينس بتاعت بقالي، هو ان البراند كان دايفيرس بشكل ما، ولكن هو مبني على حاجتين بس انت هتروح تلاقيهم في البراند. انت يا اما هتلاقي طاسه معاها عيش بلدي او عيش فينو زي ما انت عايز، مظبوط، يا اما هتلاقي سندوتش. مظبوط. مع ذلك في دايفرستي مش طبيعيه في الحاجات اللي انت ممكن تاكلها. بالظبط. يعني الطاسه دي بينزل فيها بيض، بينزل فيها جبنه، بينزل فيها حتى الطاسات السكالانس دي حاجه ما كانتش موجوده. انا بحب السكالانس بس عايز اغمس، صح. فدي برضو كانت حاجه من فعلا نقاط القوه، الحاجات اللي كانت بتعجبني. من اهم المميزات اللي بتكون في اي براند انك تعمل جسر حواري بينك وبين العميل بتاعك. العميل مرايتك، لو قدرت تبسطه هتنجح طبعا. فالتطور اللي مر بيه بقالي على مدار 3 سنوات كان كلها مبني على النصايح والاستماع الجيد للعملاء بتاعتنا. عملنا فيدباك لوب، والفيدباك لوب ديت قعدنا فيها بقى بالزبط. اللي هو انا طورت، طب انت ما عجبكش ده، طب انت عجبك ده، فطور تاني. واوعى تطور بناء على ذوقك، لا مستحيل. حط 100 خط على الموضوع ده. ان انت تحب مشروعك لدرجه السندوتش لو انت شايفه حلو تنزله، لا مش انت شايف ايه ولا انت ضايق ايه خالص. العميل شايف ايه، العميل حابب ايه، العميل ده ايه. دي تاني مرة النصيحة دي تتقال في البودكاست ده. شيف حسام برضو ريرامن قال نفس النصيحة بالظبط. لازم قال وذكرها بمثال حقيقي، يعني ان هو عمل اختراعات كتير وفي الاخر نزلها لقاها مش عاجبه الناس، بتطفش الناس. بالظبط. فدي حقيقة.
بالظبط. عايز اقول لحضرتك معظم الميكسات اللي محطوطه في المنيو حاليا هي اقتراحات عملاء. اها. وعلى فكره هي التوب سيل عندي. مظبوط. يعني انا حطيت اختراع 2 3 موجودين وبيتباعوا حلو، منهم طبعا حاجات اللي ما مشيتش شلتها. إنك دايما لازم تعمل فلتره للمنيو. للاصناف بتاعتك. الحاجه اللي مش شغاله شيلها، ما ترهقش نفسك بيها تشغيليه. الحاجه اللي محطوطه وشغاله اغلبها اقتراحات عملاء. سيبني اوجه لهم شكر من هنا برضو، شكرا لكل عميل زارنا ونصحنا نصيحه حلوه، ومستعدين دايما نسمع نصايح. طيب تعالى نتكلم في النقطة اللي بعدها. يلا بينا. أنا دلوقتي راجل عايز أفتح برانش لبقالي على سبيل المثال، يعني هحتاج راس مال قد إيه؟ بص، على حسب انت هتفتحه فين، على حسب انت هتفتحه أنا تيك اواي بتكلم ولا صاله. كمعدة، كخامات، كمحتاج رانوي كاش عشان أقعد سنة تقريبا شغال قد إيه؟ مش بتكلم على نقطة التفريعات بتاعت الصالة والتكاوي وتجهيزات المكان ومساحة المكان ولوكيشن المكان، دي طبعا عارفين انها هتأثر. بس بتكلم كأساسيات تبقى موجودة في المطعم، بحيث لو حد بيفكر بشكل من الأشكال يفتح حتى مطعم صغير يعمل فيه كبدة وكلاوي وكفتة أي حاجة، هيحتاج قد إيه تقريبا رأس مال عشان يجيب الخامات ويجيب المعدات ويعمل حاجة شكلها مقبول إلى حد ما؟ مقبول إلى حد ما في الزمن دلوقتي. المبلغ اللي هقوله ده مش كله هيتصرف في أول شهر. المبلغ اللي هقوله ده هيبقى معاك يغطيك 6 شهور قدام. 6 شهور قدام مغطي نفسك عمالة وإيجارات، ومغطي نفسك خامات، عشان الشهر اللي ما تبيعش فيه ما تقعدش تعيط. ودي بقى نقطة مهمة جدا في ايه، ان ليه دايما ممكن تشوف مطاعم فتحت حلوة قوي وصرفة ملايين الجنيهات، مئات الالاف كمان والملايين، وتلاقيه 2 3 وقفل. ليه؟ هو ما كانش عامل حساب موضوع النفس، الرانوي اللي هو ايه، انا محتاج معدة باكس وعامل باكس وايجار باكس، انا معايا 3 اكس يلا افتح خالص. الحسبة كده مش صح خالص، ودي للأسف الآفة اللي بتحصل للناس اللي بتفتح مشاريع من النوع ده. في بادجت كمان لازم ما ننساهوش، بادجت التسويق ده لازم، ده الأساس. طبعا. أنا كنت لسه هذكره دلوقتي. لو أنت بتتعب طاق في إن أنت كشيف تطلع لقمة حلوة للناس، لازم تتعب 10 قصادهم 10 أضعاف عشان تسوق لنفسك. أكم من شيفات عالمية فتحت أماكن بتطبخ حلوة قوي وقفلت، مش عشان أكلها وحش، علشان ما عرفتش تسوق لنفسك. مظبوط. وهي دي المأساة اللي انا كواحد في اسكندريه اسكندراني بعاني منها. ان بقى مدعين التسويق ياما قوي، وخلال ال3 سنين دول النصب للركب بعشرات الالوف من الجنيهات. ودايما بحب، انت عارف بيت الشعر اللي انا بقوله، طبعا، كلا يدعي وصلا بليلى وليلى لا تشهد لهم بذاك. كلهم بيقولوا انا وانا حديد التاني ومحدش بيرضى ومحدش للاسف بيكون صادق في القصه دي، لدرجه ان انا اكتشفت الناس بتزور البورتفوليو بتاعها. ما ده معروف. يا نهار ابيض، انا اشتغلت مع فلان وفلان ومش عارف بجد. هو اجي اسال وراه الاقيه لا خالص، ولا سمعنا عنه. ايه الدنيا. المهم نرجع لموضوعنا. المبلغ هو ما يقلش خالص، ما تتخضوش من الرقم ده. 1.5 مليون. تمام خالص. تمام. ما ينفعش اقل من كده. اللي بيحصل ان انا كمان لما كنت بقعد مع ناس قفلت يقول لي انا حسبت المشروع لقيته مكلف 500,000، فانا كان معايا 400. تمام. هو حسب ايه؟ حسب حسبه ضيقه قوي قوي، وانا معايا 400 فاستلفت ال100,000 وقعدت الراجل خلال 2 3 رجعهم لي. هو مفكر بمجرد ما يفتح هيرجع 30,000 جنيه الفلوس هتتصب عليه. مستحيل. الفلوس هتتصب عليه. ما يعرفش ان ممكن يفضل يصرف 6 شهور وسنه واثنين وثلاثه لحد ما يوصل لمرحله انه بنى جمهور. مظبوط. بيحب البراند. الجمهور ده العدد بتاعه قادر انه ينقش المشروع بتاعه ويخليه يكمل. انا ممكن انصح نصيحه في النقطه دي كمان، لان انا شخصيا عانيت منها. نقطه ان انت عندك في الشركه الكاش اللي بيخش لك بيتقسم على حاجات. في مصاريف اساسيه طبعا عارفينها، ايجارك وكهربتك وفواتيرك وعمالتك، دي بتبقى الفواتير الاساسيه بتاعتك. بيتبقى لك بعدها فلوس. الفلوس اللي بتتبقى ديت ايا يكن هي كام، هيبقى في جزء انت عارف ان انت اشتريت بيه الخامات اللي هتشغلك الشغل الجديد، وهيبقى في جزء ده صافي الربح بتاعك. حلو. صافي الربح ده المفروض ان احنا نتعامل معاه بشكل معين. ما ينفعش ان انت مشروع لسه بادئ في اوله تقوم واخد صافي الربح ده وتقوم قايل بس
انا هطلع مع عيالي الساحل ونقعد يومين وتفرتك الفلوس كلها. او برضو ما ينفعش ان انت تسحب كل الفلوس دي وتحطها في جيبك الشخصي وتقول اصل انا هصرف نصهم وهسيب نصهم في حالة ان لو البيزنس احتاجه. انت محتاج ان انت يعني تقسمها نسبة تكون مناسبة للبيزنس بتاعك. هيبقى في جزء دايما متشال كريزيرف او حاجة على جنب، دي اسمها ران واي كاش، او بنسميه احنا بالبلدي كده النفس. ده النفس بتاعك، بمعنى الفلوس دي محدش في الدنيا هيلمسها في حالة انه والله معدة ضربت، هتعمل فيها ايه؟ صحيح. دي بيتسمى في علم الإدارة اسمها إدارة الأزمات. بالظبط كده، كرايسيس مانجمنت. بالظبط. اللي أنا اتعلمته كمان طبعا أول يوم افتتاح غير احنا داخلين على السنة الرابعة. شخصيتي أنا اختلفت تماما طبعا. شخصيا، استويت في السوق بشكل كبير، حصل نضج كمان للعقلية. مهما كنت انت اوريدي ناضج، اللي ما اللي لسه بيحصل فاتح. لما بتتضرب في الخلاط بتاع السوق وضع مختلف تماما. لما قلنا، فاكر لما قلت لك شيف بيعمل اكل حلو قوي وفتحوا مطعم وقفل؟ بالظبط. المطعم زيه زي اي مؤسسه بيلزمه عشان ينجح مهارات كتيره جدا. طبعا. مهاره الطبخ واحد في المليون من المهاره دي. مظبوط. حتى لو انت فاتح مطعم، مهاره الطبخ لوحدها مش كفيله ان هي تنجحك. عندك لازم تسويق، حد فاهم يعني ايه تسويق، ولازم انت كصاحب مكان تعرف على الاقل الاساسيات عشان ما يتنصبش عليك، وتفهم المسوق صح كويس او لا، او برضه بيتنصب عليك عادي يعني. عشنا وشفنا. بجد. عندك الاداره الماليه، وامتى اضخ هنا وامتى اصرف وامتى احط الفلوس دي في جيبي واتفسح بيها وامتى لا اخليها، وايه النسب التسعير. مظبوط. ان انا ازاي اسعر المنتج بتاعي بناء على الخامات، بناء على المنافس، بناء على الحته اللي انا فاتح فيها. لو قعدت تفصص الموضوع هتلاقي ان انت محتاج عشرات من المهارات. مظبوط. والله مش بسد نفسكم، بس بجد بحذركم، عشان كميه المطاعم اللي بتفتح وبتقفل رهيبه. مش مطاعم بس، مشاريع كتيره جدا وخياط وصيدليه وحاجات كتيره جدا ما بتبقوش حاسبينها صح. واحيانا لما بتنصح حد يقول لك يا عم انت مأفور ليه كده، الموضوع ابسط من كده، وبيروح يلبس في الحيط عمايل الكفته ويقعد يعيط. غير اداره محل الكفته. بالظبط. عشان كده احنا في الفتره اللي فاتت دي حاجه الناس مش واخده بالها منها، شفنا مطاعم وسلاسل كتير جدا بتفتح وبتنجح نجاح رهيب، صاحبها ولا شيف ولا عمره دخل مطبخ في حياته وما يعرفش يقوم يعمل لنفسه كوبايه شاي اصلا. مظبوط. هو رائد اعمال. مظبوط. هو عمل وده برضو يرجعنا النقطه بتاعت ان احنا كنا بنتكلم على ان مفيش براندات، وانت ذكرت مثال الفطير. نذكر براند عمل الموضوع ده، عم شلتت. تمام. عم شلتت اخد الفطير وعملوا حاجه كول، وبقت المحلات بتاعته كلها مليانه، واختار الاماكن اللي هيفتح فيها صح. ده حقيقي. وبلبن، رز بلبن ما كانش اختراع ولا كلنا بناكل رز بلبن. بالظبط. فالفكره هنا ان التغير اللي احنا شفناه في الفتره الاخيره هو مبني على حاجتين. اولا البراند الناس بتشوفه ازاي، يعني how are you perceived بالنسبه للناس، وناحيه تانية اداره الشركه او المؤسسه او المنشاه. بعدين كان النقطه اللي انا بتكلم فيها من ناحيه الران واي كاش مهمه ليه؟ عشان انا النهارده حوشت ران واي كاش مثلا على مدار 6-7 شهور يكفيني ان انا اشتغل سنه. مظبوط. يعني انا معايا سنه كامله اقدر فيها ان الشركه لو بتخسر اغطي كل مصاريفي. طب ده هيفيدني بايه؟ ان انا لو معايا سنه اقدر اصرف مبلغ كبير على التسويق مره واحده، فاعمل حمله كبيره مره واحده تنشط معايا الدنيا، اجرب. وقتها لو خسرت مش هبقى خسران قوي، لان خلاص انا بنيت الاساس وعندي اللي يقوي ظهري ويخليني اخد خسرت ولسه عندك نفس، ما تقطعش نفسك. بالظبط. دايما بقول لو انت معاك مليون افتح مشروع ب100,000. مظبوط. لو معاك 10 مليون افتح مشروع ب1,000,000. مظبوط. فكرة ان انت تقعد تستلف يمين وشمال عشان تكمل فلوس مشروع احلامك، اكم من الناس للاسف دخلت في الموضوع ده واتدينت. مظبوط. وكانت مفكرة ان هي هتخش على المكسب من اول يوم والفلوس هتمطر عليها من السقف، وفي الاخر لبست في الحيط. مظبوط. فهي نقطة مهمة جدا بنحب ان احنا نعيدها ونذكرها مرة واثنين وثلاثة فعلا. سذاجة بعض الستارت ابس ورواد الاعمال او اصحاب المشاريع الصغيرة او ايا كان اسمائهم ايه، مش هنختلف. السذاجة بتاعتهم في علاقتهم بالبيزنس
وهم شايفينه من ناحيه ضيقه جدا من غير ما يذاكروا او يدرسوا حالات زيهم نجحت او فشلت، ليه نجحت وليه فشلت، فبيخشوا بيلبسوا في الحيط. انت عارف كام في المية من المطاعم بتفتح وتقفل؟ كام في المية؟ 99% تقريبا. يعني اقل شويه. بس عامة اسرع طريقة تفلس بيها انك تفتح مطعم، دي معروفة. لان ازاي؟ لا ما تقولش كده. انت ما تعرفش ان الناس ما بتبطلش اكل وشرب؟ طبعا ده المطعم ده حاجه مضمونه جدا. دي الحجة اللي احنا بنسمعها، بس دي الناس مش... الخزعبلات والاساطير اللي في ادمغه الناس. ان شغل على فكره مطعم فول وفلافل اللي هو الناس ما اكتر حاجه بتاكلها وبيفتح وبيقفل. وبيقفل، مظبوط. الناس مش واخده بالها من حاجه. انا دلوقتي لما بفتح مطعم، دي سلعه استهلاكيه وبتبوظ بسرعه وليها تاريخ صلاحيه. انا النهارده كل اللي انا معتمد عليه ان انا معايا بضاعه بدورها. فالنهارده لو انت قعدت يومين ما بتعرفش تبيع البضاعه اللي عندك هلكت، فده معناه ان انت محتاج راس مال تاني تبدا بيه المشروع من الاول. ده غير الايجار والكهرباء طبعا ده والمرتبات كل ده ما اتكلمناش فيه. فاحنا النهارده لما بنيجي نتكلم ونقول لك مثلا يا عم انت معاك فلوس، ابدا حاجه فيها تصنيع، ابدا حاجه فيها كذا. طب ليه؟ عشان المعده والمكنه اللي انت هتجيبها اصل في شركتك. صحيح. انت طبعا عندك معدات وعندك اصول هتشتريها في المطعم، بس الفكره ان اغلب راس مالك هيبقى معتمد على حاجه ما فيهاش اعاده بيع. الحاجه لو هلكت انتهت وانت مظبوط. انتهيت معاها. مظبوط. ف كونسبت مهم. وانا بصراحه شايف عن نفسي اللي يبدا مطعم النهارده بالتحديد يحاول ان هو يكون بيفكر منه من منظور رائد الاعمال او البيزنس مان، اكتر ما بيفكر بيه من منظور ان انا بعرف اعمل اكله كويس او ان انا صنايعي شاطر. بالظبط. كان في احد الشيفات شغال معايا وكان حابب يفتح حاجه لنفسه. فقلت له نصيحه مهمه جدا. قلت له اوعى تغامر بكل الفلوس اللي معاك، مظبوط. ولم حواليك الكوادر البشريه ذات المهارات اللي انت محتاج لها في اول مشروعك. مظبوط. برضو من ضمن الاخطاء اللي بيقع بيها الناس ان هو بعض اصحاب المطاعم يعني ان هو بيعمل كل حاجه في المطعم. هو المحاسب وهو الكاشير وهو الشيف وهو الدليفري وهو اللي بيجيب بيتسوق الطلبات وهو هتنهار. فكره الوان مان شو فاشله في المطاعم. المطاعم يا جماعه زيها زي الكوره، فريق عمل، وكل واحد ذات مهاره معينه في المكان اللي يناسب المهاره اللي عنده. مظبوط. انت متكلم كويس، بتعرف تستقبل كويس، ابتسامتك لطيفه، انت في الكاشير او في الاستقبال او كويتر او ككذا. انت راجل شيف فاكيد مكانك في المطبخ، انت راجل محاسب فمكانك في الحسابات، اداره المخازن الى اخره. النقطه بتاعت ان انت كنت واقف على الكاشير بتبيع. اول مره احنا اتقابلنا او اول مره احنا شفنا بعض فيها كان عندك زباين، انت كنت واقف على الكاشير بتبيع لهم وبتشرح لهم في المنيو. وانا وقفت كده وقلت انا عمري ما قعدت في مطعم. يعني انا وقتها كان عندي 21 سنه، قعدت 21 سنه بخش مطاعم، ما شفتش حد في مطعم واقف بيقول لي انت بتحب الفراخ ولا اللحم، وبيدور معايا على البريفرنس بتاعي وبيدور معايا على حاجه اقرب لذوقي عشان لما اقعد اكل اتبسط. بالظبط. العميل وهو رايح حاسس خلاص ان هو اطمن، وخصوصا ان هو بيجرب حاجه جديده، عكس ما هو متعارف عليه ان الحاجه بتبيع نفسها وان التجربه اوتوميتد قوي. يعني مثلا ماكدونالدز انت ممكن وانت واقف على الشاشه بتطلب الاوردر بتاعك وتستناه. ماكدونالدز ممكن شكل مختلف عشان هو ما كانش محتاج يعرف المنتج بتاعه قوي ات ذس بوينت، بس بتكلم في نقطه الهيومن اكسبيرينس. نقطه بقى انت بتعرف تستقبل تقف على الكاشير كانت حاجه مهمه نقلناها احنا بقى. يعني انا شخصيا لما جيت اشتغل مع مطاعم بعد كده بقيت اخد بالي قوي من النقطه دي. يا ترى الكاشير اللي واقف عنده بيستقبل العميل ازاي؟ بمعنى العميل اللي داخل معاك يشتري ب 100 جنيه، انت وانت واقف كان ممكن تخليه يشتري ب 150. هو ممكن ما يعرفش عندك ان الاضافه الفلانيه هو بيحب الاضافه دي، وما يعرفش ان هو جنبه فيه السلطه الفلانيه هو بيحب السلطه دي. انت كنت بتخلي بالك من كل التفاصيل دي مع العميل، فدي كانت نقطه فعلا فارقه. وبيتهيألي ان ده كان احد اسباب نجاح الشغل بتاعك، ان لما جالك بوش جالك عميل قعد معاك. عايز اكد على الموضوع ده. في نوعين من الناس. اصحاب المطاعم بيتعاملوا ازاي مع العملاء؟ مظبوط. في صاحب مطعم شايف العميل كيس فلوس عايز ينفضه على قد ما يقدر، فزي ما بيقولوا كده كل هزة راس بإضافة برقم لحد ما يلاقي مثلا كوباية القهوة بتاعته الطبيعية ب 50 60 جنيه بقت ب 350 جنيه. ايوه. مش عارف كوكونات ميلك
سيرب مش عارف ايه، فتلاقي كوبايه القهوه نطرت في حته تانية. وفي ناس زي ما حضرتك قلت شايفه ان العميل شخص هيومن، مشاعر، مظبوط. انسان، فبتعامله بانسانيه. انا مش عايز البسك في اوردر عالي وخلاص، ممكن الاوردر يعلى معايا، مش هو ده المقياس. انا بس الغرض الاساسي ان انا اخليك تاخد تجربه لطيفه تحبها وتشتغل عليها بقى وورد في ماوث، والمره الجايه الاقيك جايب مراتك واختك واصحابك والعيله وعيله العيله وتمشي تتكلم تتكلم عني مع الناس. مظبوط. فلدرجه ان بعض العملاء مثلا يجي يطلب والله انا عايز سندوتش كذا وكذا وكذا وكذا، يقول له انت كام واحد؟ قال لي انا لوحدي. فقول له لا ده كده كتير عليه. بجد يعني انت ممكن مش بس المفروض بقى في سياسه المطاعم انت المفروض تعمل اب سيلينج وتدي له باكيت بطاطس وحاجه ساقعه ومش عارف ايه وتبيع له الهوا. فانت بتعمل العكس. انت بتعمل العكس. انت يعني هو الفاتوره بتاعته 200 جنيه، لا انت بتقول له خد ب 150. فيقول لك انت ازاي كده؟ انت انا عايز 5 سندوتشات، انت بتقول لي لا 3 كفايه. 3 كفايه. لو انت صممت وخدته، انا مش بجبرك. انت عارف اكلتك، بس انت خدت 5 سندوتشات اكلتهم او سبتهم، خلاص انا اديتك المعلومه اللي هو لو انت هتاكل خلي بالك 5 كتير بالظبط. انا عندي الحجم الساندوتش عندي مثلا من الاكل الطبيعي المتوسط من سندوتشين ل3 تشبع اي بني ادم. طب انا عارف ان اكلتي تقيله، خلاص انا اديت لك المعلومه. وفي ناس تقول لي يا باشا لو اتضربوا في 2 انا اقدر اقوم بيها. قلت له تمام ماشي، بس انا اديتك المعلومه. فبالتالي ان انت تعامل البني ادم بني ادم مش شكاره فلوس، هو ده اللي هيبقى لك. مظبوط. لان انت في بعد غير البعد التربحي او غير البعد التجاري، في بعد ديني وانساني، ان انت بتعامل ربنا، بتتقي الله في العميل اللي قدامك. وانت نازل من البيت، شخصيا انا يعني بتكلم عن نفسي، انا بحتسب ان انا نازل ابسط الناس. انا رايح النهارده اعمل اكل حلو، اعمل فايبس او اجواء حلوه لطيفه في المطعم بتاعي. العميل اللي يخش لي زعلان متضايق ايا كان المود اللي انت داخل بيه ايه، هو مود واحد بس هتطلع بيه المطعم بقالي، الانبساط. طيب ده برضو بياخدنا لنقطه كمان. يلا بينا. احنا بنقول ان انت فاضل لك اسبوع وهتبقى بتبدا في السنه الرابعه. صحيح. طيب في ال3 سنين ده السؤال ده بيحرك مشاعر اي حد قاعد معايا. يلا بينا. تفتكر انت عديت بكام دروب؟ لا ما تعرفش تعدهم. ما يتعدوش دول، ياما كتير. طيب عشان برضو نوضح للناس ان الموضوع ليس بهذه السهوله او مش بالسهوله اللي هم متخيلينها. هم رايحين يفتحوا مطعم خالص. انت قعدت كام شهر ما بتكسبش من ضمن ال3 سنين دول؟ بص لو هنحسبها دروبات، شهر قايم وشهر نايم والقصه دي، انت لا انا عايز احسبها على حسبه اللي هو انا اخر الشهر ده انا مش كسبان. لا كتير برضو، كتير جدا. يعني احنا ممكن بنقول ال3 سنين ممكن اكتر من نصهم، ممكن تلتينهم كمان. تلتينهم انت مش مغطيه معاك. وده هيرجعنا لقصه ان انت محتاج مهارات اكتر بكتير من ان انت بتعرف تطبخ او بتعمل اكل حلو عشان تعرف تنجح مؤسسه اسمها مطعم. عشان تعرف تنجح مؤسسه اسمها مطعم انت محتاج مهارات كتيره جدا، وكوادر بشريه عندها القدره ان هي تحافظ لك على الكيان ده، سواء شيف، سواء كاشير، سواء محاسب، سواء محامي عشان اوراقك. والقصه دي مهمه جدا يا جماعه. اوعى تبدا، خليني هنا اهو في الكاميرا دي، اوعى تبدا ورقك ناقص. اشتراطاتك الصحيه، الشهادات، اي حاجه مع الحكومه، ارجوك من اول يوم انت ماشي صح. لان للاسف قد يعطل نجاحك ورقه صغيره تلاقي نفسك المطعم قفل او في مشكله، وانت تماما في غنى عن حاجه زي كده. وللاسف مش في مجتمعنا بس، في الدنيا كلها السلبي بيتنشر اكتر بكتير واسرع بكتير من الايجابي. لو لا قدر الله المطعم قفل لاي سبب، قد يكون سبب تافه، سبب مزبوط. اداري، الحكومه بتقول لك طب اقفل لحد ما نخلص مثلا او كذا. مظبوط. يقول لك ده قفل عشان عمل تسمم لحد مثلا. هتلاقي اشاعات بقى والهبد للصبح، واحنا شعب يعني طبعا بيموت في الكلام ده، بيهبيت بطبعه انت عارف. الا من رحم ربي طبعا. اكيد. فموضوع الدروبات كتير.
ده برضو بياخدني لنقطة مهمة جدا. كتير قوي بنسمع على السوشيال ميديا او حتى على المنصات التعليمية وكده حد لابس بدلة كده كرافتة وبتاع وعمال يصرخ في الناس، وهتفضل شغال عند الناس لامتى، وقوم واعمل المشروع بتاعك. اهدى يا عم، ارقك هنا قد كده، اهدى. انا عايز اقول لك ان مش كل الشخصيات تنفع رواد تناسب اعمال طبعا، رائد لا. اعمال. لا طبعا. في شخصيه تناسب الموظف، فارجوك ما تسيبش وظيفتك بالله عليك، آه. خليك في الوظيفه لحد اخر يوم في العمر. انا جالي حد من فتره سالني سؤال، يعني كان يعني هو الموقف كان غريب. انا كنت رايح احلق، الحلاق سالني قال لي في كنت رايح واحد ايه؟ احلق. بتحلق زينا؟ بحلق. انا هو الحلاق سالني في واحد صاحبنا شغال في بنك ومعاه شايل مبلغ مش عارف 150 الف جنيه او حاجه، ما تقترح علينا مشروع يعمله؟ قلت له هو الراجل ده فلوس ودي جت من حاجه غير الوظيفه اللي هو شغالها؟ يعني بيحرت في حاجه بره او عنده سايد هاسل؟ قال لي لا. قلت له حلو. طب بيفهم في حاجه تانية؟ يعني غير وظيفته، شيء غير مثلا شغال وظيفته. محاسب بيفهم في حاجه تانية. بالظبط. يعني في ناس اللي هو مثلا انا مالتي محاسب، تاسك او عنده ما بس مثلا بعرف اعمل جرافيكس، اشتغلت ديجيتال بالظبط. ماركتنج فتره ايا يكن. قال لي لا. قلت له يبقى ما يفتحش مشروع، يحط فلوسه في شهاده في البنك، يحط فلوسه في ذهب، يحط فلوسه في وات ايفر الطريقه اللي هو عايز يستثمر بيها، حاجه ترجع له فلوس بشكل ثابت بدون وارتحنا. مخاطره بدون وبدون. مخاطره، لان ما يعني اول سؤال تساله لنفسك، ودايما بشوف السؤال ده كتير، معايا 20,000 افتح بيهم مشروع ايه؟ معايا بالظبط 200,000 افتح بيهم مشروع ايه؟ السؤال نفسه غلط. بالظبط. الموضوع مش معتمد على راس المال. انت بتعرف تعمل ايه؟ انت هتعرف بالظبط. تدورهم ازاي؟ هتعرف تديرهم ازاي؟ بالظبط. لان انت في الاول لما بتبدا كده كده في الغالب بتبدا الوان مان شو لوحدك، انت الراجل اللي بتاع السيلز، وانت الراجل اللي بينفذ الاوردر، وانت الراجل اللي بيشحنه او بيسلمه للعميل او وات ايفر. لازم مهاره. المهاره دي لو انت خاطرت بالفلوس واخدت وقت تتعلم المهاره، الفلوس هتخلص قبل ما تكون اتعلمت بالظبط المهاره، بالظبط. وهتلاقي نفسك قفلت. وقبل ما مردود المهارة كمان يكون عليه، ممكن تكون على ما تتعلم وتبدأ انك تنفذ اللي اتعلمته وتبدأ تشوف مردود، يكون نفسك قطع. مظبوط. مظبوط، والموضوع انتهى خلاص. بالظبط. الحلقه دي سريه جدا، يعني احنا تسلم. الحمد لله قلنا معلومات كتير، انا مبسوط ان احنا قدرنا ان احنا نطلعها يعني. انا كمان مبسوط ان انا طلعتها. في بقى السؤال الختامي، عم بقالي بيحلم بايه في الفتره الجايه للبراند بتاعه؟ والله زي اي حلم بحلم ان مطعم بقالي يكون على قمة كل شارع في اسكندرية كبداية، والقاهرة وبقية المحافظات وبره مصر، ونفسه يسيطر على يعني نقدم فعلا فكر جديد للاكل. خصوصا ان احنا برضو بنمر بفترة حالية تطوير المنيو بشكل مختلف. هيخلينا قادرين فعلا ان احنا لو فتحنا الصبح في امريكا هنبيع في امريكا، لو فتحنا الصبح في كندا هنبيع في كندا. آه، كل اللي انت بتتعلمه في السوق ما دام بتستغله بشكل صحيح، الموضوع ان شاء الله بيكون مفيد جدا. وزي ما قلت لك اهم حاجة بتفرق مع اي براند ان انت تسمع للعميل بتاعك. وانا حابب اختمها، يعني حابب ان انا اختم بيها، لان الحلم حلمي مرتبط بان انت. مرتبط مدى تنفيذه للحقيقه انه يتحول لحقيقه، مرتبط بمدى رضا العميل عليك. اكيد طبعا. كل ما صنعت عميل راضي وسعيد، كل ما كل ما حلمك وصل للنور وتحقق بشكل افضل. لان قاعده العملاء السعيده هي دي الكنز الحقيقي لاي مشروع. الله بالله انت فاتح ايه؟ والله لو بتبيع جبس وطوب واسمنت وزلط وعملت زبون راضي وعملت زبون خلاص. راضي وسعيد، هتبقى عندك امبراطورية في الطوب والرمل والزلط. مظبوط. هي دي الفكرة. فحابب أكد على الموضوع ده. يا ريت كل واحد عنده مشروع اسمع للعميل بتاعك. ما تعاملش العميل على أساس إن هو شكارة فلوس، عامله كإنسان ليه مشاعر وليه متطلبات، لبي له طلباته. شوف احتياجاته واعملها له، شوف مشاكله وحلها له. لما توصل ان انت تعمل ده وتحقق نجاح فيه، كنزك الحقيقي هو العملاء الراضين عنك، عشان هم دول راس مالك، وهم دول الكنز الحقيقي ليك، مش اي حاجة تانية، مش الفلوس اللي في البنك، مش اي حاجة تانية. اكيد. انا اتبسطت جدا. وانا كمان والله. والله فعلا، واتبسطت اكتر ان انت اديتنا من وقتك علشان انا في نقعد قمة القعده السعادة، الجميله انا دي. في قمة السعادة.
ان شاء الله نتمنى تكون الحلقه لطيفه، باذن كانت الله. خفيفه على قلوب الناس اللي بتستمع، استفادوا منها. يا رب. انشروها على قد ما تقدروا، الدل على الخير كفاعله، ضروري لازم، لان في ناس بتحضر اهو تفتح. انا متاكد ان احنا واحنا بنتكلم قاعدين القعده دي مظبوط. في ناس رايحه تفتح مطعم في هنا، وناس رايحه تفتح عياده هنا، وهم ما عندهمش القاعده الاساسيه اللي تنجحهم. فانشروا الفيديو عشان يبقى في ميزان حسنات. بس هو خلاص قال لكم تعملوا الشير، فانا مش محتاج اقول حاجه اكتر من كده. قول انت كمان، كلنا مع نقول. السلامه. مع السلامه.